يا رجاله يا رجاله، يا كابتن حسام وليك اله حلفان يا كابتن حسام. انا وانا قاعد بتفرج على الشوط التاني قلت انا عارف ان احنا مش هنعمل حاجه، لان ولا محمد صلاح موجود، ده مش عارف يعدي واحد على واحد، مش عارف يعدي واحد على واحد. اتفرج بقى لما واحد زي محمد صلاح بيعمل ميس باص بالكوم، تحس ان انا حاطط احمد عاطف قطه في الجناح مش محمد صلاح. مثلا غياب تريزيجيه مؤثر ولا حاجه؟ طب بلاش خط الهجوم، انت منزلت الاربعه المهاجمين اللي انت خدتهم في القايمه، ولا واحد فيهم عرف يعمل اي حاجه يا كابتن حسام. يا كابتن حسام يا كابتن حسام، انت تلعب اوزبكستان يا كابتن حسام، انت مش رايح تلعب المانيا ولا البرازيل. يا كابتن حسام احنا لو لعبنا نيجيريا اللي لسه خارجه من الملحق هتنزل تدينا خمسه على وشنا. وبعدين المعلق اصلا مش حافظ اسامي اللعيبه وعمال يقول لك اصل النادي المنتخب المصري هيرجع في النتيجه وما اعرفش ايه. يرجع ايه يا كابتن حسام؟ انت المفروض تنزل تكسب اوزبكستان 3-4. اوزبكستان عطفت عليك وكانت المفروض تكسبك الشوط الاول بس 3-4 يا كابتن حسام. يا كابتن حسام انا بقيت اكلم نفسي.